المغرب يستعد لاحتضان أول مصنع لتسلا في إفريقيا. شركة تسلا تخطط لبناء مصنع ضخم في منطقة القنيطرة الصناعية بالقرب من ميناء طنجة المتوسط. مشروع استثماري ضخم بقيمة 5 مليارات دولار سيوفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل، ينتج حوالي 400 ألف سيارة سنويا، منها الطراز واي، نموذج اقتصادي جديد بسعر 25 ألف دولار موجه للأسواق الصاعدة. إيلون ماسك اعتبر أن المغرب هو البوابة المثالية نحو إفريقيا والعالم العربي بفضل الاستقرار السياسي وكفاءة اليد العاملة والبنية التحتية المتطورة. لكن السؤال الذي يفرض نفسه: لماذا لم تستطع تونس أو الجزائر جذب استثمار بهذا الحجم؟ شاركوني آراءكم في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك ليصلكم المحتوى أول بأول.